طيب ممكن بقى اعرف مين هم الاطراف اللي بيكون حواليهم كلمة الرشوة دي؟ الراشي، المرتشي، التفاصيل دي انا عايزة اعرفها. جريمة الرشوة بتتكون من طرفين أساسيين، تمام. لابد وأن يتواجد الطرف الأول والطرف الثاني في شأن هذه الجريمة، وإذا تخلف أي من الطرفين أنا ما يبقاش عندي جريمة رشوة. اللي هما إيه الطرفين؟ الراشي والمرتشي. طيب الراشي هو الشخص صاحب المنفعة أو صاحب المصلحة، أنا بدفع فلوس عشان أنا عندي مصلحة عند فلان أو في المكان الفلاني، فبنشوف موظف نديله قرشين عشان يخلص لي المصلحة دي. وهو الذي يعطي أو يعد. ما أنا عندي الرشوة مش بس إن الموظف يطلب فلوس، هو صور الرشوة إن هو أشكال كتير. يطلب أو يقبل أو يأخذ، طلب أعطية أو عرضت عليه فقبلها أو أخذها بالفعل. تمام. طيب عندي صورة رابعة بقى اللي هو الوعد بالعطية، يعني يجوز أنا أقول للموظف العام لو خلصتي لي الإجراء ده أنا هدي لك كذا أو هعمل لك كذا أو هعمل لك كذا. تمام. أو هيبقى في أي مقابل متفق عليه بين الراشي اللي هو صاحب المصلحة وبين المرتشي اللي هو دائما ما يكون موظف عام في هذه المسألة. والطرف الثاني هو المرتشي، وزي ما قلنا هو دائما ما يكون من المتمتعين بالوظيفة العمومية أو إنه بيبقى موظف عام، وهو الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ لأعطية معينة في شأن القيام بعمل من أعمال وظيفته أو حتى الامتناع عن هذا العمل أو الإخلال بواجبات وظيفته على العمومية. طيب عندي أنا بين الطرفين دول طرف ثالث، وهو أحيانا ما يكون في هذه الجريمة، يعني أنا مش لازم يكون عندي الطرف ده اللي هو مين؟ الوسيط. والوسيط هو من يتوسط بين أمرين، أنا كشخص ثالث بتوسط بين الشخص صاحب المصلحة وبين الموظف العام. انا بتوسط باخد من الراشي عشان ادي المرتشي، بعرض على المرتشي عشان اطلب من الراشي، ده بنسميه الوسيط. هو شخص ثالث ومش لازم يكون في عندي وسيط، بل احيانا كتير جدا بيبقى الراشي والمرتشي ده بيعرض على ده بشكل مباشر، او ده بيطلب من ده او بيقبل من ده او بيأخذ من ده.